السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم جبت لكم وصفة مغربية مشهورة بزاف واللي هي الحريرة المغربية. شكون ما كيعرفش الحريرة المغربية؟ فهي من اهم واشهر الاكلات الشعبية المغربية خصوصا شهر رمضان، وهي شوربة لذيذة جدا، صحية ومفيدة، كتختلف مكوناتها من منطقة لأخرى. تابعوني نشوف المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. نبداو الوصفة كالعادة. المقادير تلقاهم في صندوق الوصف، أما بالنسبة للمكونات فهي مكونات جد بسيطة وفي متناول الجميع. كما كتعرفوا الحريرة كتبغي الربيع، يعني كتبغي الحشائش، واللي هي عبارة على كلافز وقزبرة واللي هي التابل والمعدنوس. والقاعدة كتقول القزبرة هي الكونتيتي ديالها او كمية القزبرة اكثر من كمية المعدنوس والكلافس. انا خديت هاد الكميات كما كتشوفوا، عيني ميزان انا كندير، ونطحنوهم او نقطعهم الى قطع رقيقة جدا. هنا كذلك زلافة أو صحفة ديال حمص مبلول أو منفخ، نصف زلافة ديال العدس كيف منفوخ منقوع، واللحم حكاية 200 غرام أو ممكن الاستغناء عن اللحم، وخمس طماطمات كبارات زوينين هكا حمرين، وبصلة كبيرة، وجوج ولا 3 معالق ديال المركز الطماطم، والتوابل اللي هي فلفل أكحل كركم زنجبيل. وهنا درت فلفل احمر اختياري، كاين مناطق ما كيديروش، وهنا درنا راس الحانوت. احنا في المنطقه الشرقيه كنديروا راس الحانوت، في مناطق اخرين ما كيديروش، كيديروا القرفه. وملح وشويه ديال الزيت، غير ربع كاس، وشويه ديال الدقيق. اهم مكون اللي هو السمن، انا ما عنديش، على داكشي ما درتوش، الا عندكم ديروه. اول حاجه غادي نديروا الزيت واللحم والبصل، غادي نخليهم يتشحروا شي شويه او يتقلاو كما كنقولوا، لانها كتعطي واحد المذاق رائع. وهذه هي الطريقه الصحيحه الاصليه للحريره اللي كانوا كيطيبوا بها الزمان. كيجي اللحم لذيذ جدا بالطريقه هذه. من بعد زدنا الطماطم مطحونه، جميع المكونات طحناهم او تحكوهما كما هو واضح. ومن بعد زدنا الربيع اللي هما الحشائش، والنصف الثاني خليناه للمرحله الاخيره، والحمص كما هو واضح. وزدنا التوابل كما قلت لكم، الكركم في الاكحل، والفلفل الاحمر اللي هو اختياري، تقدروا تستغنوا عليه نهائيا، في مناطق كاع ما كيديروهاش. والراس الحانوت كيف في مناطق كيديروا القرفه في بلاصه راس الحانوت. والزنجبيل اللي كنت نسيتو هكا زدتها، والملحه. ونخليهم يتقلاو شي شويه حتى يندمجوا المكونات، ومن بعد نزيدوا الماء سخون حكايه 2 لتر هكاكا، ونخليو الحريرات ديالنا الطيب واحد حكايه 20 مينوت. ومن بعد نزيدوا العدس، راني المقطع ديال العدس مشالي ما لقيتوش. ومن بعد هنا غادي نديروا التدويره ديال الحريره. بالتدويره غادي نديروا 2 كيسان ديال الماء، وكاس ديال الدقيق، و3 ملاعق ديال مطيشه الحك او طماطم مصبره. وزدنا الكاس الثالث، يعني 3 كيسان ماء في كاس دقيق. كمية الدقيق كديروا على حسب كيفاش بغيتو الحريرة، بغيتوها ثقيلة او خفيفة كتزيدوا ولا كتنقصوا. بعد ما كنخليو الحريرة ديالنا كطيب واحد نص ساعة وكيطيب اللحم والحمص، كنزيدو التدويره ديالنا غير شويه بشويه مع التحريك المستمر. هذه المرحله راهي مهمه بزاف باش تجي الحريره ديالنا متجانسه والقوام ديالها زوين، لا هي خفيفه لا هي ثقيله. عاوتاني على حسب الرغبه، كل واحد كيفاش كيبغيها، كاين اللي كيبغيها ثقيله وكاين اللي كيبغيها خفيفه. انا بالنسبه لي زدت شويه ديال الماء طايب حيت كنبغيها خفيفه. وفي الاخير زدت الباقي ديال الحشائش او ديال الربيع، وزدت واحد اللمسه ديال جوز الطيب، هي اختياريه، راه ما كيديروهاش، ولا كاين اللي كيديرها كاين اللي ما كيديرهاش، كما قلت لكم ممكن استغناء عنه. ونخليو الحريره ديالنا كتغلي حتى كطيب ديك التدويره مزيان، دائما التحريك المستمر باش ما تلصقناش. وفي الاخير كنزيدو الشعريه وكنخليوها طيب واحد 5 ديال الدقائق. وها هي الحريره ديالنا حضرت بالصحه والراحه.
بالنسبه للمذاق ديال الحريره كتكون حامضه وفيها نسمه ديال الكزبره. هذا هو المذاق اللي لازم تكون حاضره في الحريره المغربيه، وكتكون شويه حمراء، وكتكون القوام ديالها لا هي خفيفه ولا هي ثقيله. كانت هذه وصفتنا اليوم، وصفه الحريره المغربيه لذيذه جدا. كنتمنى تكون نالت اعجابكم، وشكرا على حسن المتابعة والتشجيع، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة.